دخل الجماهير بحماس لمشاهدة أفضل فيلم قصير في العالم، وكانت مدته 8 دقائق. ما إن جلسوا بدأ الفيلم بلقطة لسقف غرفة خالية من أي ديكور ومن أي تفاصيل. مضت 3 دقائق دون أن تتحرك الكاميرا، ولم تنتقل إلى أي مشهد آخر أو أي جزء آخر من السقف. مرت 3 دقائق أخرى دون أن تتحرك الكاميرا ودون أن يتغير المشهد. بعد 6 دقائق مملة بدأ المشاهدون بالتذمر، منهم من كان على وشك مغادرة قاعة العرض، ومنهم من اعترض على مسؤول السينما لأنه أضاع وقته في مشاهدة سقف. فجأة تحركت عدسة الكاميرا حتى وصلت إلى الأسفل نحو شاب ملقى على سريره، يبدو أنه معاق كليا بسبب انقطاع الحبل الشوكي في جسده. انتقلت الكاميرا إلى موقع الملل إلى السقف مرة أخرى لتظهر جملة كتب فيها: لقد عرضنا عليكم 8 دقائق فقط من النشاط اليومي لهذا الشاب، فقط 8 دقائق من المنظر الذي يشاهده هذا الشاب المعاق في جميع ساعات حياته، وأنتم تذمرتم ولم تصبروا ل6 دقائق.